هاي يا حلوين، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم كلكم يا رب كده، ويكون احلى عيد عليكم. النهاردة الوقفة، يعني بصور الفيديو ده يوم الوقفة وكمان بعد المغرب طبعا لان كنا صايمين. فانا يعني كنت مخلصة البيت ومخلصة كل حاجة، يا دوب بس هفرش معاكم وهوريكم مشتريات وافكار كده لديكورات وليوم الوقفة يعني. وطبعا هيبقى فيه جزء كده لطيف، بس ده هنزله شورتس عشان يكون صغير شوية. احنا بعد يعني مفطرناش، اكلنا بس تمر وقهوة. وبعدين المحل ده فتح جديد عندنا، اسمه دي بوينت. فاختي طلبت لنا كده 2 كوفي. ده ده بالبوبة وده عادي، وكمان بانكيكس. بس انا يعني بصوا اكلتها تحفة. آه، ده اسمه. ويلا بينا بقى ندخل كده اوريكم الحاجات اللي اشتريتها، وبعدين نبدأ نفرش. وكمان هوريكم عملت تجديد حلو قوي في السرير، كان عندي في الأوضة. بجد شكله اختلف واداني كده فايبس انها أوضة تانية خالص. لو اول مرة بتشوفوا القناة متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتسيبوا لي رأيكم في الكومنتات. وعيد سعيد عليكم كلكم يا رب. احنا دلوقتي بقى قبل العيد كده، يعني باقي اسبوع تقريبا، وان شاء الله يكون العيد. كل سنه وانتم طيبين وبخير. الناس كلها بتلم كده البيوت وبتهدي الدنيا. انا قررت اني هفك السرير عندي و هنزله للمنجد. كلمته، بعتله شكل السرير، قال لي اوكي. هو السرير كويس مفيهوش حاجه يعني، وخشب ونظيف، بس انا حابه اغير شكله لان الاوضه عندي فيها ليزي بوي، فكنت عايزة اعمل نفس لون القماشة بتاعته او اقرب حاجة ليها علشان يكون الشكل كده متوحد يعني. ففكيت السرير عندي وجبت كمان قماش. إيه ده الدرجة بتاعته، ده الدرجة بتاعته ما بين كده الكافيه والبيج والجراي. يعني مش عارفة ده الجريش او ده يعني افتح سنة، بس عشان اظبط بيه كده شكل الاوضة واحاول اخليها متناسقة اكتر مع بعض. والكرسي بنفس لون السرير، يعني ما يكونش خشب وحاجة متنجدة. فهوريهولكم ان شاء الله لما يرجع. هو المفروض ان هو كمان شوية هيجي ياخده، وانا اتفقت معاه على شكل التنجيد اللي انا عايزاه. ويا رب يطلع حلو كده ويبقى يعني يدي نيو لوك حلو للأوضة قبل العيد. ده كده بقى شكل السرير بعد ما رجع. بصوا اتنجد، والناحية الصغيرة بتاعته كمان. آه يا رب يا رب يعني يطلع اللون ده، اللون بتاع الكرسي. انا كنت واخده حته صغيره من الكرسي، بس مش عارفه يعني حسيت اما اتشد اكتر ان هو بقى على جراي اكتر من بيج يعني. هي دي طبعا اللي هي الجريش، اللي هي ما بين الجراي وما بين البيج. فهدخله بقى، احاول اعمله كده، وهحاول اوريكم الاوضه في الاخر. تعالوا بقى اوريكم. بصوا الدرج عندي يعني حالته صعبة قوي، والميك اب فوق بعضه، فعلا مبعرفش اوصل لحاجة. هفضي بقى الدرج ده وهحط المنظمات كده في حاجة يعني واحدة، يعني الخانات كلها، ونبدأ بقى نرص كده واوريكم كمان الميك اب اللي بستخدمه دايما. ده بقى الشكل بعد ما حطيت المنظمات. هنا ده الكبير خالص، ده اللي بعده، ودول 3 من الحجم اللي هو الصغير، وبتاع الأقلام او فرش زي ما انتوا عايزين. هبدأ بقى اظبط كده فيهم الميك اب، عشان بس طبعا انتوا عارفين الموضوع هياخد شوية وقت. وبعدين هوريكم بقى احسن حاجات استخدمتها ونفعت جدا وبتنفع ميك اب سواريه وميك اب يومي وكده. هبدأ احاول بس اظبط شوية واوريكم. جبت شوية حاجات كده علشان اجدد بيها، بس حاجات بسيطة في البيت. فاول حاجة كنت عايزة اغير علب المناديل اللي عندي، فجبت دي للليفينج، ودي لأوضة النوم. لان بصوا استنوا هفتحها. الشكل اللي فيها ده هو نفس الشكل بتاع منظمات الميك اب اللي عندي، وكمان فيها مكان لريموت التلفزيون والتكييف وكده، فعجبتني وجبتها.
وجبت باسكت تاني من دول كده. انا التلات اوض تقريبا اللي عندي بقى فيهم نفس الباسكت ده، حلو جدا، وان الحاجه يعني مقفول عليها وتاتش وكده، فشكلها لذيذ قوي. جبت كمان دي، وعايزه اقول لكم دي ما كانتش غاليه خالص، بس انا جايباها عشان احط فيها الودانات بتاع الودان او كده، او لو حاجات ميك اب صغيره، يعني او قطن ميك اب، ممكن البادز بتاعه الميك اب او كده. فحسيت ان شكلها حلو ولايقه جدا مع الباسكت. بصوا يعني كله كده زي بعض، وزي المنظم اللي عندي كمان. دي كانت ب40 جنيه تقريبا، فجبت منها واحده. وجبت كمان بقى دي للايس كوفي والقهوه. انا كان عندي منها ولذيذه قوي، بس حبيت ان بيتقدم فيها كمان صوصات. فلو عاملين مثلا بانكيك، عاملين حاجات كده، تقدموا في واحده صوص شوكولاته، واحده صوص فراوله، صوص مربى، وبتصب كده. فلذيذه وحجمها حلو قوي، وكمان بتخش الميكروويف، فده عجبني فيها. دي كمان كنت بشوفها كده بيهرسوا بيها الفواكه في العصاير وفي الحاجات دي. بصوا انا بيج يعني كانت بتبيع حاجات للايس كوفي والكلام ده، فجبت منها لذيذه قوي. وجبت كمان طقم المعيار الجولد ده للمطبخ. انا دايما كده بحب اجيب حاجات جديده للمطبخ وللوصفات مع بعض. جبت كمان ده فرش كده للكنبه بتاعه الليفينج، جبته جراي غامق برضو وخامته جلد مقلوب. يا رب اللون يظبط. انا مفرستش طبعا، هنقوم نفرش دلوقتي الحاجات دي مع بعض ونتفرج كده الشكل هيطلع ايه. جبت طبعا، انا عندي كنبه وباف صغير فجبت للكنبه بس. واخر حاجه بقى جبتها كده للاوضه بتاعتي، وهوريكم اصلا عملت فيها تجديد حلو. في السرير جبت كوفرته جديده. هفرشها بس عشان لو فتحتها دلوقتي هتبهدل الدنيا. جبتها لون بيج، ودي معاها خدتين. يلا بقى نقوم كده نفرش ونظبط البيت. دخلت بقى الليفينج. بصوا هو طبعا ركنه كده، فانا جايبه واحد بس للكنبه الكبيره، فهحطه كده عليها ونشوف مع بعض. هو ده شكله. هفرشه، بس انا هداري القطعه البيج اللي فيه دي، فهحاول افرشه على الكنبه واشوف مقاسه واوريكم شكله. حاسه ان لونها يعني طالع حلو مع الكنبه، مش فارق قوي، بس طبعا هيحافظ عليها لو حد قاعد مثلا اكل حاجه او شرب حاجه. هرجع بقى الكوشنز بتاعتي كده، وهحط بقى بتاعت المناديل الجديده، نظبطها بس كده. واللذيذ بقى عشان تبقى يعني منسقه كده ان الريموتات، فبصوا شكلها كيوت قوي جنب الليفينج كده. كده تقريبا الليفينج انا خلصته، بس كنت يعني مستنيه افرش معاكم. انا نضفته وبقى رايق وحلو. هندخل بقى على الاوضه كده نظبطها سوا. دخلت بقى كده على الاوضه بتاعتي، حاولت اظبطها شويه، فروقت كده الكرسي وعلقت الاسم ده ما كانش متعلق يعني، مكنتش عارفه اعلقه. فلو تلاحظوا كده عملت المسمار اللي هو ليه زاويه يعني، وركبته عليها، لان هي الحيطه اصلا قلوب كده. فبصوا حسيته حلو قوي، ومع الكرسي ادى شكل كده حلو. جيت هنا، دي وحدة الادراج اللي عندي، وكنت قلت لكم ان الميك اب كان مبهدل قوي فيها. إيه اول حاجة حطيت عليها شوية اكسسوارات كده وحاجات. انا عندي حاجات كتير قوي اصلا للاوضه، كنت كل ما بيعجبني يعني حاجات بينك اجيبها، وفجاه حسيت ان هما ملهمش مكان والحكايه كبيره شويه، فحطيتهم. وبحب اشغل قوي الشمعة دي كانت من باث اند بودي ووركس. كانت بالروز فانيلا. عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي، وهي المفروض اروما ثيرابي بتهدي كده. وكمان الجهاز ده اللي بيطلع رذاذ كده بيعطر. بصوا حلو قوي. تعالوا بقى اوريكم شكل السرير بعد ما فرشته و وجه خلاص. بصوا فعلا شكله حلو قوي، وكمان لونه مع الكرسي الحمد لله يا رب طلعوا يعني ماتشنج جدا. والكوفرتا الجديدة كمان شكلها حلو قوي ومختلفة عن اللي هما دايما موجودين. حسيت كده شكلها مختلف، وكمان جاي معاها كيسين مخدة، فده خلاها بالنسبة لي احلى كتير. والحمد لله برضو صلحت التكييف، لان كان
بايظ في الأوضة دي، فخليت كده. بصوا الجو يعني قد ايه خطير. وكمان السجادة دي جبتها جديدة بلون الستارة ولون الخدادية دي اللي انا حطيتها كده في الارض، تدي شكل حلو. جيت بقى هنا درج الميك اب اللي كان مأساة قوي، حاولت ان انا انظم شوية، بس طبعا برضو يعني سواء جبته كده هو فيه حاجات كتير لان حاطه كل الميك اب هنا. فحاولت احط هنا الباودر، هنا الحاجات السيتنج سبراي والبرايمر والفاونديشن، ده كله باليتات اي شادو، كل الاي شادو والرموش وكده. لو حابين ابقى اوريكم بقى الحاجات اللي بستخدمها اوكي. وفوق هنا ده في كذا ماسكارا وايلاينر، فانا حاطه حاجات يعني الميك اب كمان لايرز فوق بعض. وهنا جمعت بقى الكونسيلر، الهايلايترز، هنا البلاشرز والماسكارا وحاجات الحواجب والكحل. بس حسيت المنظمات بجد نفعت قوي 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 معايا في الدرج ده، وعلى الاقل انا فاتحاه اوكي. الحاجات تبان لكم ان هي مكركبه، بس انا شايفه حتى الحاجات يعني. بصوا لو شلنا بس ده اهو كله مرصوص، اعرف اوصل هنا كل الهايلايتر مرصوصه، اعرف اوصل. ف حاسه ان الموضوع ده جميل. دي كمان مبخره، بصوا دي بتبقى تحفه قوي، هي بتشتغل زي ولاعه كده وبتطلع. طبعا لو انتوا بتسافروا كتير او بتحبوا ان انتوا تبخروا شعركم وتبخروا هدومكم قبل ما تنزلوا، حلوة قوي. وانا بحب اخدها قوي معايا في السفر، بجد بتبقى جميلة، واي مكان على طول بتغير ريحته لو انتوا مدمنين بخور يعني. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، وشكل الأوضة كده وشكل الأوضة بقى منسق وحلو. وكمان هعمل فيها ان شاء الله تجديدات تانية بعد العيد ان شاء الله، وهنشارك بعض فيها. وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.